السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ ام علي. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم غادا نقدم لكم ميني كيك او ميني تارت كيجيو صراحة زوينين بزاف، بمكونات بسيطة جدا وكريمة كتجي رائعة وكذلك بسيطة. كنتمنى ان هاد الميني كيك يعجبوكم وانكم تجربوهم، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك تضغطوا على زر الاعجاب وخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كتحفزني اكثر واكثر. وفرجة ممتعة، وشاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركة الله. عندي جوج بيضات، غنضيف معاهم قبصة ديال الملح، وغنضيف معاهم كأس ديال السكر خشن. تقدروا تضيفوا اقل لان الكريمه حتى هي كتكون شويه حلوه اللي ما عندوش مع الحلاوه بزاف. غادا نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان، وتقدروا تضيفوا فاني، فانا نسيتها صراحه ما قدرتش نضيفها حتى الاخير. وضفت ملعقه صغيره ديال الخل. المهم نحركوا المكونات مزيان، وغنضيف كأس ديال الزيت بنفس العبار ديال الكأس اللي كنعبروا به، يعني ديال العنبه. وغنخلط كذلك جيدا. كما كتشوفوا معايا كيصبح الخليط جاي يعني مايل للبيوضه، ما تيبقاش صفر. وغادا نضيف كأس معامرش يعني ديال الحليب، كأس معامرش بزاف كما شفتوا معايا. تقدروا تضيفوا كاس عامر، ولكن انا بغيت نقتصد يعني نص سيطرو ديال الحليب، درت منه الكريمه والكيك. يعني من الاحسن يعني استخدمت فقط نص سيطرو ديال الحليب باش ما نزيدش عليا بزاف. وهنايا غادا نضيف الدقيق اللي غنضيف فيه جوج خمارات ديال 8 غرام. فالدقيق ضيفوا جوج كيسان ونص بالحساب. فانا هنا جوج بيضات كنعرف القياس ديالهم، ها يعني هذا المقدار اللي عملت انا ديال الكيك كنعرف القياس ديالو. داك الشاش ما عبرتش، ولكن ضيفوا جوج كيسان ونصف غيجيكم الكيك هو هذاك. وغادا نضيف هنايا ساشي ديال كاكاو، يعني ما يعادل معلقه. وإلا ما جاكمش اللون كيف ما يعني غيبان معكم انا في الفيديو، زدت واحد نصف معلقه. مهم انا قلت لكم بالمعلقه، اللي ما عنده الكاكاو ديال العبار عفوا. اما اللي عندكم ساشي بغيتو تضيفوا حتى جوج ساشيات ضيفوا، فانا ضفت غير ساشي ونصف. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا معايا، عاد باش غنزيد هذاك النصف ديال الكاكاو. ملي كتغربلوا الدقيق راه ما ياخذش معكم يعني الدقيق باش يدخل في المكونات، ما تياخذش الوقت كما كتشوفوا معايا بالزربه كيتخلط وتيبقى لا يعني ما فيش هذوك الحبيبات لا حتى شي حاجه. المهم دابا غادا نضيف هذاك نصف ساشي اللي قلت لكم غنزيد، لان كما كتشوفوا معايا اللون ما جانيش مزيان. بغيت واحد اللون اللي ما يكونش يعني فونسي بزاف وما يكونش حتى خفيف بزاف كما كتشوفوا معايا. وكل واحد له الاختيار، يعني تقدروا ديروا اللون اللي بغيتو، كما انكم تقدروا تخليوهم يعني ما ديروش فيهم كاع الكاكاو، تخليوهم بيضين فكيجيو بحال بحال. فهذا هو الخليط كيصبح بهذا الشكل. فدابا غادا ندوز نحضر معكم ليمول. هادو هما المول اللي عندي، يعني ليمول صغار، المول العجيب، وهما صغار كما كتشوفوا معايا ليمول صغارين. فراهم متواجدين صراحه، انا خديتهم بجوج دراهم الواحد. يلا خديت منهم 5، ان شاء الله غادا نزيد منهم باش ما يبقاوش يعذبوني في الطياب. يعني تنبقى نخرج 5 ب5 كندخل، الا كانوا كتر كتدخلوهم في دقه واحده. كما شفتوا دهنتهم بشويه ديال الزيت، وغادا نرشهم بالدقيق، وغادا نستمر بهذا الشكل حتى نسالي لي مول ديالي كاملين.
فكما كتشوفوا معايا بعد ما رشيته مزيان بالدقيق، دابا غناخد الخليط ديالي وغادا نخويه في هذوك ليمون بالمعلقه، او تقدروا تستعملوا بوش او اللي بغيتو. المهم انا تنضيف ضفت تقريبا شي معلقه ونصف. المهم حاولوا انكم ما تضيفوش بزاف باش تلقى الكيكه فين تطلع، يعني هذوك باش ما تفيضش معاكم. كما كتشوفوا معايا كنخلي بلاصه فين تطلع الكيكه بهذا الشكل. يعني الطريقه مفهومه وسهله. وكما قلت لكم من الاحسن انكم تكونوا واخدين واحد الكميه كثيره من هاد الليمون باش ما تعذبوش في الطياب ديالهم، يعني ما تبقاوش تدخلوا. يعني بحال دابا غنعمل انا 5 غيدخلوا يطيبوا، هما بالزربه تيطيبوا ما تياخذوش الوقت، يعني ردوا معاهم البال، راه ما تياخذوش الوقت بزاف. غندخلهم يعني 5 يطيبوا ونخرجهم ونزولهم، وعاد باش غدا نرجع تاني ندير يعني الخليط الاخر يطيب. فثلاثه المرات وانا كنطيب صراحه. المهم تياخذوا شويه الوقت بهذه الطريقه، اما الا درتهم دفعه واحده تتكون احسن. غادي نخبطهم هكا بهذا الشكل وغندخلهم الفران اللي يكون مسخن من قبل، ونرجع معكم باش نحضر معكم الكريمه. كما كتشوفوا معايا عندي هنا كأس ديال السكر اللي درته فوق البوطه مهيله باش يصبح لي كراميل. وهنايا عندي كأس ديال الحليب اللي غنضيف ليه 2 معالق ديال الكريم باتيسير. تقدروا تستعملوا النشا او مايزينا كما تبغيو. فضفت 2 معالق كبار كما كتشوفوا معايا في كأس ديال الحليب بارد، وغنخليهم حتى يصبح عندي داك السكر يعني يذوب ويصبح كراميل. كما كتشوفوا معايا هنا راه السكر بدا كيذوب، ما تنحركوه ما حتى شي حاجه، فقط تنقصوا عليه البوطه وتنخليو. تنحاولوا غير الا بقى لنا السكر مجموع في شي بلاصه كنحركوا الكاسرونه بلا حتى شي حاجه، بلا معلقه بلا والو. كما كتشوفوا معايا دابا راه داب صافي. غناخذ واحد فوي وغادا نحاول انني نخلط داك السكر اللي كيبقى في الجناب هكا مزيان صافي. مهم ردوا معاه البال، ما تخليوش انه يتحرق بزاف. نحاول انني نحرك غير شويه باش يذوب لي داك السكر مزيان. وصافي دابا غادا ناخذ كأس ديال الماء يكون دافي. كنأكد عليها ما تخووش الماء بارد، خوو الماء يكون دافي، يعني سخنوه ودفيوه غير شويه وخويوه بهذا الشكل. وما تحركوش حتى شي بلا ما تحركوا لا بفوي لا بمعلقه لا حتى شي حاجه باش ما يتحجرش معاكم. خليوه بهذا الشكل غادي يذوب. والبوطه زيدوا فيها غير شويه ماشي بزاف وصافي. وبقاو تحركوا غير بحال ما هكا بالكاسرونه كما كندير انايا صافي. وخليوه حتى كيذوب هذاك السكر مع الماء. وإلا جاكم بان لصق شويه السكر لتحت حركوه ماشي مشكل بهذا الشكل، يعني حتى يذوب واحد النص ديال الكميه. غير يقدر يبقى لاصق معكم واحد شويه بحال ما هكا ديال السكر، حاولوا انكم تحركوه صافي. غير ما تحركوش غير في البدايه وصافي. المهم انا تنأكد عليها، والناس بزاف اللي كيعرفوا يصايبوا بحال هاد الكريمه. المهم غير المبتدئات وصافي. صافي غنحركها مزيان كما كتشوفوا معايا، تنحرك هذاك السكر اللي لصق شويه لتحت. ها هو دابا ما بقات حتى شي حاجه صافي. دابا غادا نخوي كاس ديال الحليب اللي يكون عادي، كاس ونصف عاد باش الكاس اللي معاه الكريم باتيسير او النشا. يعني ضفت 2 كيسان ديال الحليب ونصف، يعني نص سيطرو هو هذا، يعني نصف سيطرو. درت يعني كأس ما عامرش مع الكيك. ودرت دابا 2 كيسان ونص في الكريمه. غنخليه غير يبدا يغلى شويه هذاك الحليب صافي. وغنضيف فيه هذاك الكاس اللي معاه كريم باتيسري او النشا كما كتشوفوا معايا صافي. وغنبقى نحرك لانه بالزربه كيصبح كريمه. غنبقى نحرك حتى تختار معايا الكريمه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هي اختارت. تنبقى نحرك فيها باش ما تلصقش ليا في الكاسرونه.
صافي. ودابا غنضيف فيها واحد 5 المكعبات ديال الشوكولات أبيض، المهم تيبقى اختياري، فهو كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف صراحةً لهاد الكريمة. صافي وغنحرك حتى تذوب. هاد اللحظة راني طفيت البوطة راه ما شاعلاش كما كتشوفوا معايا. مني ضفت الشوكولات صافي غير تتصبح كريمة كطفيو البوطة. وغادا نضيف كذلك شوية ديال كاوكاو عفوا، فتا هو اختياري صراحة، تا هو كيجي زوين في هاد الكريمة، يعني كاوكاو اللي مقشر بهذا الشكل. وهادو هما لي كيك ديالي كما كتشوفوا ميني كيك اللي حضروا، يعني صافي خرجتهم من الفران فراهم باقيين سخان بزاف. وغادا نحيدهم من هذوك ليمون بهذا الشكل، فهما بالزربه تيتحيدوا كيجيو بهذا الشكل صراحه كيجيو زوينين بزاف. وحاولوا كما قلت لكم رانا شويه شي كيكات يعني طابوا بحال اللي يعني فاضوا شويه، لكن ماشي مشكل يعني تقدروا يعني تقادوهم بالموس، كلشي كيتقاد صافي كما كتشوفوا معايا بسهوله كيتحيدوا من الليمون لاننا دهنينهم. وغادي تمسحوا ليمون تعاودوا دهنوهم وترشوهم عاد ديروا فيهم الخليط الثاني الا كان عندكم بحالي انا ما عندكمش ليمون بزاف. المهم غادي نحضر معكم هادو نوجدهم معكم بين ما طابوا اخرين ونكملوا جميع الميني كيك ديالنا. المهم غناخذ دابا الكريمه واللي باقا سخونه غنضيفها في الميني كيك ديالنا بهذا الشكل. غنعمر هذاك يعني غنعمر هذاك الوسط ديال هذاك الكيك بهذا الشكل. صراحة كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ، ما تقنعوش منهم صراحة، غير جربوهم. فبالنسبة للتزيين فتيبقى اختياري، فانا ما درتش ليهم صراحة شي تزيين كبير. المهم فقط خفيت كريمة وغادي ندير واحد الحبيبات ديال الشوكولا وصافي. تقدروا انكم ديروا خطوط ديال الشوكولا، تقدروا تزينوهم كيف ما بغيتوا، تقدروا قبل ما ديروا الكريمه انكم تدهنوهم من الجناب وتزينوهم بالفيرميسال او بشي حاجه اخرى. مهم انا درت هذا هو التزيين اللي درت، فقط غندير هذوك الحبيبات ديال الشوكولات وصافي. غنستمر بهذا الشكل حتى نكمل الميني كيك ديالي. كندخلوهم للثلاجه على الاقل واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا اقل، نخرجوهم. وهادو هما الميني كيك ديالنا بعد ما يعني ساليتهم كاملين وعملت لهم الكريمه كاملين ودخلتهم الثلاجه كما قلت لكم غير شويه بردوا وخرجتهم، كيعطوني هاد القدر. فصراحه راه كيجيو زوينين بزاف وكتجي الكيكه رطبه يعني شيشه، وحتى ديك الكريمه كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوهم صراحه راهم كيجيو زوينين بزاف وساهلين واقتصاديين صراحه. حتى ديك الكريمه اللي درنا اقتصاديه، يعني غير نص لتر الحليب تصايبوا به الكيك وتصايبوا به حتى الكريمه. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي صراحه زوينه، نتوما كما كتشوفوا معايا الكيك كتجي رطبه وحتى هذيك الكريمه كتجي شاده في راسها وكتجي بهذا الشكل. غادي ناخذ معكم القطعه الاخرى وغادي نقطعها معكم بالموس باش تشوفوا يعني راهم بحال بحال. كنتمنى صراحة انكم تجربوهم كما قلت لكم مرة اخرى، وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، وانكم تخلوا اشتراك مرة اخرى، وانكم تعملوا لايك. ما تنسوش لايك الى عجبكم الفيديو والى شفتوه حتى الاخر وعجبكم ديروا لايك، وكذلك خليوا لي التعاليق ديالكم اللي كتحفزني اكثر واكثر. وهذا هما الميني كيك ديالنا بالصحة والراحة وشهية طيبة، والى اللقاء.